استقر الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي بقيادة الجنوب الافريقي رولاني موكوينا على اجراء معسكر ثالث بمدينة الدار البيضاء قبل انطلاقة الدوري الاحترافي انوي نهاية الشهر الجاري. وبرمج الطاقم التقني للوداد مباراتين وديتين تدخلان في اطار استعدادات الفريق تأهبا لمنافسات الموسم القادم. وسيجري الوداد لقاءين وديين يومي 18 والخامس والعشرين من الشهر الجاري، بحيث أن المواجهة الثانية استقر خلالها على مواجهة نهضة بركان. بالمقابل لم يحسم بعد الوداد في خوض لقاء ودي ثالث في الشطر الأخير من معسكره بعدما تلقى طلبا من إدارة شباب سوالم. ويشار أن بعثة الوداد ستعود إلى المغرب اليوم الأربعاء بعد إنهاء معسكرهم بدولة تونس الذي تخللته مباراة ودية أمام النادي الإفريقي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. تقدم فريق الوداد الرياضي بشكاية لدى العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بسبب نادي الرجاء الرياضي. وأكدت بعض التقارير أن هشام أيتمنى رئيس المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي تقدم بشكاية للعصبة الاحترافية بعد تغيير الرجاء الرياضي لشعار النادي الأحمر. وأضاف نفس المصدر أن هشام أيتمنى فور علمه بتغيير شعار الوداد اتصل بعادل هلا رئيس الرجاء الرياضي الذي استجاب لمطلبه قبل أن يعود مرة أخرى ويقوم بإعادة الأمر مرة أخرى، مما دفع بأيتمنى لتقديم شكاية في الموضوع. وكانت الجماهير الرجوية قد شنت حملة كبيرة على مسؤول على صفحة الفريق الأخضر عقب وضع الشعار الأصلي بعد اتصال أيتمنى بعادل هلا قبل أن يتراجع الأخير ويقوم باسترجاع الشعار الأول تجاوبا مع طلب الجماهير الرجوية. تعاقد فريق الكوكب المراكشي رسميا مع الظهير الأيسر للوداد الرياضي، وذلك من أجل تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الرياضي القادم. وأكد مصدر مسؤول من داخل نادي الكوكب المراكشي أن ممثل النخيل تعاقد بشكل رسمي مع الظهير جواد خلوق لمدة موسمين رياضيين. وانتقل جواد خلوق إلى الكوكب المراكشي في صفقة انتقال حر قادما من فريق الوداد الرياضي الذي انتقل له خلال الميركاتو الصيفي الحالي قبل أن يفسخ معه العقد بعد عدم اقتناع المدرب الجنوب الافريقي رولاني موكوينا بمؤهلات اللاعب. وجاء اختيار جواد خلوق بعد إعجاب مدرب الكوكب المراكشي رضا حكم بخدمات اللاعب، خصوصا بعد المستويات الكبيرة التي أبان عليها الموسم الماضي رفقة النادي المكنسي. تعاقد فريق النهضة البركانية مع حارس الوداد الرياضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه الأحمر. وارتبطت نهضة بركان مع الحارس المهدي مفتاح بعد إنهاء علاقته بالوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وفتح مسؤول نهضة بركان الحارس المهدي مفتاح منذ مدة بعد علمهم بخروجه من مفكرة الجنوب الإفريقي رولاني موكوينا. واقترحت إدارة الوداد على مفتاح بإعارته لفريق ثاني، فيما فضل الأخير فسخ العقد لاستغلال الفرصة بعد تلقي عرض من نهضة بركان. ويشار أن النهضة البركانية تعاقدت قبل أيام مع حارس المنتخب المغربي منير الكجوي المحمدي. شفت عبد الحق السوادي ونجاوبوا عليهم. قلنا جانا سؤال من صحفي زميل الاعلامي احمد عداله التونسي في راديو موزايك، قال لك سالنا رئيس الرجاء على وضعيه المدافع التونسي هاني عمامو. وكاين سؤال اخر كيهضر على شنو الراي ديالكم المكتب في شي بوليميك كان وقع في لي ريزو سوسيو في هذه السيمانه في لاباج رجاء، وشكون المسؤول في لاباج ديال الرجاء، واش غطريتو مزيان هذا الكوتي ديال الديجيتال ديال فريق الرجاء الرياضي؟ كانت هذه مع واحد الشركه جوبونس دابا ما بقاتش شي شركه. تفضل من بعد نشوف السؤال نمشيو لجمعان. شوف، بالنسبه للاعب التونسي يتدرب مع الفريق، الوضعيه ديالو نفس وضعيه باقي اللاعبين، كنتمناو انه ناهلوه. هادشي ديفونسور داك لاكسيان اكزاكتومون، لا زياده لا نقصان. لا زياده لا نقصان. كاينش اخبار تروج انه غادي غادر ما غادي غادر؟ نو لا هادشي ما كاينش. هادشي ما كاينش. هو عطاك الجواب للصحفي التونسي. هادشي ما كاينش. اللاعب حنا انتدبناه مع باقي اللاعبين اللي كاينين، شارك في المقابله ديال العين، كان في التربص الاعدادي، عنده ان بلان ديالو، يعني مساله عاديه. ما النقطه الثانيه ديالاش ديال لي ريزو سوسيو جاني ميساج كان شي بوليميك في لي ريزو سوسيو. كان واحد الاشكال وقع، حنا بصدد الدراسه ديالو دايرين في واحد البحث وغادي نشوفوا شنو النتائج. الاشكال ديالاش؟ شي وصل لك لا بوليميك؟ باش نعرفوا السؤال علاش ما عرفتش الاشكال ديالاش. واش وقع واش بوليميك متعلق كنظن بشي حاجه تحطت غلطه في لاباج بالنسبه لكم نتوما؟ كان واحد لا بوبليكاسيون ديال واحد لو لوغو اللي كان متعلق بالرجاء. لا متعلقش بالرجاء، تحط بواحد الطريقه خاطئه، تخلق ان بوليميك. هذا ان بوليميك اللي عنده بزاف ديال لي ديبا. دونك حنا كنبحثوا في الاصل ديال المشكل المعالجه ديالو. السؤال يعني هاد الضيبه هذا ديال لي لوغو ديال الانديه، يعني ربما مازال مادام طرح ايوب السؤال نكملوا السؤال. هو امر يتعلق باللوغو ديال فريق الوداد. كان في البدايه تحطات يعني المنشور فيه اللوغو العادي ديال فريق الوداد فيه جوج نجمات، من بعد تم يعني تحط واحد اخر فيه نجمه وحده. شنو الموقف ديالك انت من هذا الشيء كرئيس ديال هذا ديال المواقع هاد الضيبه؟ حنا شوف سي جمال، باش نجاوبك، حنا مؤسساتيين، حنا ما توصلناش بلي لوغوات الانديه من عند العصبه صافي ولا من عند الجامعه. توصل باللوغوات الرسميه، نستعملوا اللوغوات الرسميه.
انا ما فهمتي، هذا هو التصور ديالي. هذاك سيت ان نوتخ ديبا. شوف خصو وقت ومكان ونيه صادقه للنقاش باش نعرفوا اكزاكتومون كيفاش نعم. نديروا القدام. نمشيو